اللي بيخسس اكتر الحديد ولا الكارديو؟ كل الناس هتقول لك ان الكارديو بيخسس اكتر من الحديد. الكلام ده نظريا صح، ان لو العب نص ساعه حديد احرق حوالي 125 سعر، انما لو العب نص ساعه كارديو احرق حوالي 275 سعر. بس الكارديو فيه مشكله ان هو بيخليك تخس عضلات مع الدهون، فده بيخلي الجسم شكله وحش وشكله مرهرب. انما الحديد ممكن يخليك تخس اكتر من الكارديو بس بطريقه تانية. كل الابحاث اثبتت ان تمرينه الحديد بتزود البيزا الميتابوليك ريت لمده 36 ساعه بعد التمرين. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني تبقى قاعد بعد التمرين ما بتعملش اي حاجه لمده 36 ساعه وتلاقي جسمك عمال بيخس. ده غير ان كل لما الكتله العضليه بتزيد كل لما معدل الحرق بيزيد. تمرين الحديد بيعمل ريشيبنج للجسم، بيخلي الجسم شكله مقسم وشكله حلو. ايوه يعني العب حديد ولا العب كارديو؟ العب الاثنين هيخلوك تحرق دهون، بس عشان تخس لازم تكون ماشي على نظام غذائي فيه عجز في السعرات الحراريه عشان تقدر توصل لهدفك. لو عايز اساعدك انك تعمل نظام غذائي متفصل عليك بالظبط وفيه عجز في السعرات الحراريه ابعت لي دي ام. اللي بيخسس اكتر الحديد ولا الكارديو؟ كل الناس هتقول لك ان الكارديو بيخسس اكتر من الحديد.